للأسف حزينة على نفسي أوي وتعبانة أوي من اللي أنا عملته في نفسي ده. المهم هاحكي لِك مشكلتي وهادخل في الموضوع على طول. أنا عندي صاحبة أو كان عندي صاحبة باحبها أوي، أوي، وجات قالت لي: "هاتي الإيميل بتاعِك شوية." وأنا من هطلي وعلشان واثقة فيها اديتها الإيميل بتاعي، والمهم هي أصلًا كانت عايزة تسيب خطيبها. وخطيبها ده من النوع اللزق أوي يعني. المهم دخلت كلمته من الaccount بتاعي، على أساس إن أنا وكده، والمهم كلمها وكده واتعرفوا على بعض وقعدوا اتكلموا أسبوع، وتبعت له صوري على أساس إن أنا برضه، وأنا كل ده نايمة على وداني. نسيت أقول لِك حاجة، أنا كمان مخطوبة. قعدت تكلم بقى خطيبها على أساس إن وأنا كل ده نايمة على وداني. المهم امبارح لقيتها جاية لي ومتعمدة تيجي لي امبارح علشان عارفة إن خطيبي بيبقى عندي في اليوم ده. المهم دخلت لقيتها بتزعق أوي وصوتها كان عالي، داخلة تقول لماما: "فين خطّافة الرجالة دي؟" ماما فاكراها إنها بتهزر. المهم خدتها ودخلتها جوّه في الأوضة التانية يعني عشان خاطر خطيبي ما يسمعش. المهم لقيتها بتورّي سكرينات لبابا وماما، وأنا ستر ربنا إن خطيبي ما سمعش حاجة، لإننا أنا وهو كنا قاعدين في البلكونة. المهم ماما ندهت لي والأستاذة كمّلت موضوعها، وأنا كنت مصدومة، أقسم بالله كنت مصدومة. يعني أنتِ اديتيني على قفايا وكمان جاية تبوظي سمعتي. المهم بابا وماما زعلوا مني أوي وزعقوا لي، وبعد ما خطيبي مشي قعدوا يزعقوا لي. فستر ربنا كان معايا شات وهي بتطلب مني إنها تاخد الaccount بتاعي. وريته لبابا وماما وحكيت لهم، وحكيت لبابا. بابا قال لي: "أنتِ لازم تعرّفي خطيبِك بكل حاجة عشان ما يعرفش من برّه أو هي تروح تقول له، أصلها كده مش كويسة." المهم النهارده الصبح رنيت على خطيبي وقبل ما ينزل الشغل قُلت له: "أنا عايزة أحكي لك على حاجة." والمهم حكيت له أول حاجة من أول حاجة لآخر حاجة، وبعتّ له الchat اللي كان بيني وبينها وهي بتطلب مني إنها تاخد الaccount بتاعي. خطيبي قال لي: "عايز أقابلِك." استأذنا من بابا وماما ونزلنا لقيته بيقول لي: "أنتِ كبرتِ في نظري أوي، وأنا واثق فيكِ وإنِّك مش عملتِ حاجة." والمهم أنا فعلًا والله ما عملتش حاجة. المهم خطيبي وقف جنبي وحبّني أكتر وقال لي: والله العظيم أنا وأنتِ نتّفق ونجيب حقِّك علشان ما تلوثش سمعتِك أو ما توسّخش سمعتِك بالكلام الفاضي ده. نعمل إيه والّا نسيبها في حالها وحسبي الله ونعم الوكيل." أنا بجد متغاظة منها أوي. هي إزاي فكّرت تعمل كده فيّا؟ دي كانت أعز صاحبة عندي. إزاي فكّرت إنها تاخد صوري وتبعتها لخطيبها؟ أنا مش عارفة أعمل إيه. هي صاحبتِك دي مش وسّخت سمعتِك بس عند مامتِك وباباكِ، لأ دي هي كمان عند خطيبها وسّخت سمعتِك وخلّتِك أنتِ بتروحي تكلّمي خطيبها. هي ليه عملت كده؟ دي إنسانة مريضة، إنسانة مريضة. دي إياكِ تعرفيها تاني في حياتِك أبدًا. وقبل ما زي ما هي عملت مع مامتِك وباباكِ وراحت ورّيتهم صورِك واتبلِّت عليكِ، أنتِ برضه تروحي تقولي لهم بُصّوا بنتكم عملت كذا، 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 راحت بعتت صوري لخطيبي وخلّيهم برضه يقلبوا عليها زي ما باباكِ ومامتِك قلبوا عليكِ. أنتِ برضه تخلّيهم يقلبوا عليها وتشوفي اللي هي كانت عايزة تعمله فيكِ. لأ أنتِ بقى روحي اللي اعمليه فيها. السلام عليكم، وعليكم السلام. بنتكم عملت 1، 2، 3. قالت لي: "عايزة الaccount بتاعِك." اديته لها من غبائي أو عشان أنا واثقة فيها اديته لها. لقيتها بعتت صوري لخطيبها وكلمته على أساس إن وبوظت سمعتي قدّام خطيبها، وجاية كمان تتبلى عليَّ قدّام بابا وماما وتقول لهم إن أنا اللي كنت باكلم خطيبها، مع إن هي اللي مكلماه. شوفوا حل بقى مع بنتكم ولمّوها علشان دي ما يلزمنيش إن أنا أعرفها تاني، لإنها صاحبة مش كويسة ومش أمينة، هي خاينة بصراحة. وأنا ما يلزمنيش إن أنا أعرفها تاني. وبرضه لو تعرفي تكلمي خطيبها قولي له خطيبتك هي اللي بعتت لك الصور بتاعتي، وهي اللي كانت واخدة الaccount منّي، وابعتي له برضه الscreen علشان يبقى ما لو قابلِك في الشارع ما يبصّلكيش بصّة وِحشة أو يعني علشان ما يكونش فاكر إنِّك فعلًا خطّافة الرجالة وإنِّك عايزة تاخدي إن أنتِ عايزة تاخدي منّها والكلام ده كلّه، وإن أنتِ مخطوبة ورايحة تكلّمي خطيب صاحبتِك والكلام ده كلّه. هي شكلها متغاظة منِّك، محروقة منِّك. ف لأ، ما تدّيلهاش الفرصة دي. اقلبي عليها الترابيزة زي ما هي كانت جاية تقلب عليكِ الدنيا، لأ اقلبي أنتِ بقى عليها الدنيا. ربنا مش عارفة أقول لِك إيه والله. ربنا ينتقم من كل حد بيحاول يبوّظ سمعة حد أو ناس مريضة بجد، عقول بقت مريضة. المهم لو عندكم أي مشكلة أو
أي حاجة تبعتوها لي على صفحة الفيسبوك بارُد على كل المسدجات اللي بتيجي لي، وبارُد على كل التعليقات، وباعمل عليها كلّها قلوب، وباشوف كل التعليقات بنفسي. هتوحشوني أوي، للقصة الجاية، واللي عنده أي حاجة يبعتها لي على صفحة الفيسبوك بارُد على كل الرسايل. باحبكم. طبعًا هي مستنية رأيكم، وردوا عليها برضه علشان إحنا أسرة في بعضينا يا بسيوني. فإحنا بنرد على كل اللي بيتكلم، نبقى أسرة مترابطة مع بعضينا يا بسيوني.